يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. هلك الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان ثورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعترت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والساسع. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بالتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام
وتناهى في مجده وتعالى لا تدل العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يدين الضلالا الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويغار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يخرب بحل شان عما تضمنه الجنان من التخليق بها والعدعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعد وتلوه على أحد اليقين من شر ذلك الإدعان وتحديك سوائد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد عبدك الصادق بالقول وفعله والمبلغ عن الله ما عمره بالتبليغ لخلقه بفضله ونبله عبد أرسل الله للعالمين باشرا ونذيرا فبلغ رسالة وعد الأمانة وحد الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه وكان في ظلمة جهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من معنة تكرم الله بأعلى البشر وما أوشاها من نعمة انتشر شهرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل صلواتي وأجمعها وأزكى تحياتي وأوشائها على هذا العبد الذي وفى بحق عبودية وبرز فيها بعلعة الكمال وقام بحق ربوبية بمواده ختمة الله وأقبل عليه خاية العقبال صلى الله عليه صلاة يستدل بها روح مصلي عليه به وينبسط في قلبي نور شر تعلقي به وخربي ويتابه بها بإناية الله بغربي وعلى آله وصحبه الذي ارتقى ضحوة المحج بخربه وتبيعوا ظلال شرابه أتلي بخرده وخربه ما أعذر أكوانا بنصر ذي إكرام النسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فانفلقت بيضة التصوير
في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين. صلى الله عليه. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون. صلى الله عليه. فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وحصصت به من خصصت. صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر. صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذه القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من فضله الذي عم العالمين. وبكيت راية الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط محركته الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابه القلم والقرطاس، وتتنزه في هدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور مودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في خلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين،
فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته عشاوى بمعونة الله محافظة على حقه هذه الدرة وصونها فعملته برعاية الله كما ورد عنها حملا حفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم الفيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليك بتقوى الله في السر والعلان وقلبك نزفه من الرجس والدران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وخالف حظ النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشموها الميحان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وأصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تسحب هديت من افتتان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن ترضى بالمقصوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما هذه
الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربي عاملنا بلطفك وكفينا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيا ربي عاملنا بلطفك وكفينا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ووفق وسدد واصلح الكل وحدينا لسنة خير الخلق والسيد الحسن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على حضرتك. Ya, waktu azan dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح حي على الفلاح
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته إنه الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حاملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب عنوان هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض نوما فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتفسير للعالمين تعد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدة كسبت جنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا بعالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وده أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها بهذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلقت سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مسئنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد طلع البدر علينا من ثنياتنا وداع وجب الشكر
شكر علينا بدا لله طلع المدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدا سلام عليك يا رسول السلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أصرك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبو يحيى اللهم صل وسلم عليه فهذا اليوم الغرام واستضيع بجمال فكفى الحسن تفرم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أعطينا عطاء جمع البحر المحبب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كل صلى الله عليه جل يا حصورا خلعا الله إذهب في وجودي المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول اللهم صل وسلم عليه الله
أحلان بك إن بك نزعا الله وبجاهي يا إلهي أجب وبلغ كل مقصد يا رسول الله جيعنا لزيارة سيدنا نرتاج منك الشفاعة عند رب العالمين وحدينا نهج سبيله كي به نسعا ونرشد الله ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا رسول الله جئنا لزيارة سيدنا الله منك شفاعة عند رب العالمين وصلاة تغشى أشرف الرسل محمد الله وسلام مستمر كل حين يتجدد يا رسول الله جئنا لزيارة سيدنا الله منك شفاعة عند رب العالمين غفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم صل وسلم على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Bismillah, kepada sebagian jamaah untuk dalam, mungkin tim hadroh juga, tim hadroh mungkin bisa pindah ke dalam, masuk ke dalam pelan-pelan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa laqad ittasafa sallallahu alaihi wa sallama min mahasinil akhlaq بما تضيق عن كتابته بطون العورة صلى الله عليه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولكم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الملك السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة
وله مع سهولة الأخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها الفرائش والأقوياء من البرية، ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمقافل. صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، صلى الله عليه وما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشعنه وله الأولى في مجده ومكانه، أوصف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم الشهاد عياني، وقد انبسط القلم في تدفين ما أفاده العميم وقائه مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والحب العظيم. صلى الله عليه فحسن مني أن أمسد أئنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على محمد في الآخرين. آمين. اللهم صل وسلم على محمد بكل وقت وحين. اللهم صل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر بكر درج الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي به محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال ودعوه ضافرة، وعلى باب عزة تحرك الرحال فتلجاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك ومخصص بشهب الأبخر في كل موطن من موادم القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وزاكك وشيشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الذكرين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حق اطلابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم، نرسل إليك بشرف المقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوالنا وتقبلنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا
من شر القلب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. آمين. تقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا. وأن تجعلنا في حضرة الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. آمين. اللهم إننا أطمئن برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة يوزنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل ومعمل بما عمل. وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وواله وظهره وأم بقته وشهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. آمين. وأدم رد الدين القويم جميع الأعطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. وشف اللهم كربة المكروبين وشف اللهم كربة المكروبين وشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعبدين والظالمين وابتل أضرب ذات حق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعييد منك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وبإذن المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بالعمل بطاعتك وصدقك بخدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة قبول وإلى حمد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها نصرها بركتها وهداها. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الحبائب معاشر الأساتذة معاشر الإخوان hadirin jamaah majlis memperingati tahun baru Islam
sekaligus juga menyambut hari Asyura yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana. Kenikmatan zahir kita rasakan saat ini ikhwani, fa insyaallah kenikmatan batin pun disertakan Allah untuk kita. Duduk di tempat yang seperti ini dengan ketenangan, dengan kesejukan, dengan keindahan, kenikmatan yang kita barengi pula dengan berzikir kepada Allah, dengan berzikir menyebut nama baginda Rasulullah, dengan menyebutkan syama'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yakinkan malam hari ini tempat menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun tempat di muka bumi Allah pasti akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Saksi yang boleh jadi menolong kita di hadapan Allah. Tapi hati-hati, tidak sedikit pula tempat-tempat akan menjadi saksi menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan sekecil apapun akan diperhitungkan oleh Allah, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sungguh kami akan mengembalikan manusia, menghidupkan kembali manusia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat semua apa yang mereka telah lakukan, kata Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti dicatat dan kita akan menyaksikan ikhwani. Begitupun kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun akan kita saksikan insyaallah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharhum, dan bekas-bekas tempat-tempat dimanapun kita pernah berada akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat malam ini alhamdulillah, musollah ini yang mungkin selama ini di dalam yang selalu bergembira, mendapatkan kesenangan, ketenangan dengan begitu banyak kita beribadah kepada Allah. Tapi malam hari ini yang di luar pun, tempat ini pun bergembira luar biasa. Karena selalu kita berkumpul ingat sama Allah lebih banyak di dalam, walaupun insya Allah para habaib menjadikan tempat ini pun di luar juga tempat untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul habaib rahimakumullah, tangga yang semua kita menaikinya pun akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Berapa banyak para syiban mungkin yang susah naiknya, maka tempat ini pun akan menjadi saksi mereka telah bermujahadah untuk menjadikan contoh diri mereka buat kita yang syabab. Jangan malas naik langgar untuk sholat berjamaah. Ma'asyarul habaib ikhwan rahimakumullah, kumpul kita hari ini masuk malam daripada malam ke-10, malam Asyura. Taklah terlambat kalau kita niatkan memang sebagaimana panitia, para habaib, para syabab ini musalla niat mengumpulkan kita malam hari ini yang memang sebetulnya ada rutinitas setiap malam Sabtu pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pembacaan Maulid Simtud Durar yang malam hari ini diniatkan sekaligus untuk menyambut tahun baru Islam atau hijrah Rasulullah SAW. Kalau bicara cerita tentang hijrah tentu sangat panjang ikhwan, dan alhamdulillah mungkin Al-Fagir sendiri telah banyak di majlis-majlis, para asatis lain pun telah banyak menyampaikan tentang peristiwa hijrah Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, intinya begitu banyak hal yang penting bisa kita petik. Di antaranya adalah apa yang dikatakan Rasulullah. Beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya tentang hijrah, laula hijrah man tashara hadzal din. Maka kita bisa pastikan tidak akan ada perkumpulan ini malam kecuali berkat adanya hijrah Rasulullah SAW. Tidak adanya ini musollah didirikan kecuali berkat dulu hijrahnya Rasulullah. Tidak adanya perkampungan para habaib, datuk-datuk kita, ajadat kita, para leluhur kita yang hijrah dari Madinah, lalu mereka hijrah ke Hadramut, lalu mereka hijrah pula ke negeri kita ini, membuat perkumpulan kampung-kampung seperti ini, kecuali juga berkat adanya hijrah Rasulullah SAW. Karena mereka hijrah membawa agama. Hijrahnya datuk-datuk kita ke negeri ini Indonesia dan kemudian dimanapun tempat di muka bumi Allah ini, mereka hijrah tidak lain tidak bukan untuk menyebarkan agama Allah. Dengan itulah mentahqiqkan apa yang dikatakan Rasulullah tadi. Laulal hijrah man tashara hadzal din. Kalau bukan karena adanya hijrah yang diawali oleh Rasulullah SAW bersama keluarga dan para sahabatnya, lalu dilanjutkan oleh anak keturunan Rasulullah, mereka para sahabat dan anak keturunan sahabat, hijrah demi hijrah, hijrah demi hijrah mereka lakukan untuk menyebarkan agama. Alhamdulillah sampai kepada kita, sampai hari ini kita pun berpegang teguh insyaallah sampai anak keturunan kita ila yaumil qiyamah dalam agama Islam. Iman Islam dimantapkan Allah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyarul habaib hadirin rahimakumullah, makna hijrah secara lughah, hijrah, hajara arti maknanya berpindah atau mana intaqala, berpindah.
Rasulullah dulu berpindah dari kota Madinah, kota Mekah ke kota Madinah. Sadar tidak sadar kita pun banyak melakukan hijrah, habaib. Minta maaf, kita bicara dengan keadaan yang ada. Ini kampung waktu anak masih kecil penuh dengan manusia. Anak main besar di sinilah, kecil di sinilah. Tahu begitu ramai, tiap rumah-rumah ini satu rumah satu bobongan, rumah-rumah besar ini banyak kakaknya. Mungkin ada yang 25 sampai 30 boleh jadi. Sekarang kemana? Kosong. Tidak lain dikarenakan adanya anak keturunan dari para habaib yang dulu di sini tinggal, mereka hijrah. Hijrah, ada yang ke Perumnas, ada yang ke Sudut Putih, ada yang ke Hayyan Nasib, ada yang ke macam-macam tempat. Hijrah. Nah, sekarang kita perlu tahu makna hijrah ini. Hijrah secara zahir makna berpindah, tapi hukum memberikan hukum tentang makna hukum hijrah. Orang hijrah ada yang hukumkan wajib, ikhwani. Ada pula yang hukumnya sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Kebanyakan kita insya Allah, para habaib kita dulu, orang-orang tua kita, mereka hijrah dari Hadramut ke Indonesia. La syak, mereka hijrah, paling sekecil-kecil derajat yang mereka dapatkan adalah sunnah. Tapi kita yakin mereka dengan dorongan, keyakinan dan merasa amanah ada pada diri mereka. Mereka merasa wajib untuk menyebarkan agama Allah, wajib menyebarkan agama Rasulullah. Mereka tinggalkan kampung mereka, mereka tinggalkan kebun-kebun kurma mereka di Hadramut itu, mereka tinggalkan sanak falimi mereka, mereka tinggalkan anak istri mereka. Mereka hijrah untuk menyebarkan ajaran baginda Rasulullah yang telah diawali oleh kakek kita, Al-Muhajir ilallah. Beliau digelari Al-Muhajir karena berhijrah dari Madinah ke Basrah, dari Basrah ke kota Hadramut, Husyaisah, lalu beliau hijrah lagi ke kota Tarim. Hijrah yang jelas-jelas. Dengan berkat hijrah Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, tersebarlah daripada Thariqah Alawiyin ini, tersebarlah daripada penyebaran Islam yang dibawa oleh anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menempel pada diri beliau Al-Muhajir, tapi ingat di belakangnya ada titel yang lebih hebat lagi. Kalau muhajir orang banyak, hijrah habaib ikhwani, tapi di situ dijelaskan panggilan yang kita panggil untuk beliau Al-Imam Ahmad bin Isa, Al-Muhajir ilallah. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Kita berhijrah tempat, pindah dari kampung ke kampung seberang sana, pindah dari sini ke tempat yang lain, ilallah atau tidak yang perlu kita tanyakan. Hijrahnya saya dari sini ke tempat, mengambil tempat yang lain, itu hijrah karena Allah atau bukan? Kalau tanpa ada niat yang baik, maka boleh jadi hukum hijrah kita mubah. Tapi na'udzubillah, kalau di situ ada terselip hijrahnya kita dengan tujuan dunia, dengan kenikmatan dunia, lebih buruk lagi. Ma'asyarul habaib, minta maaf ikhwan sekalian, kalau di sini akhirat banyak kita dapatkan, lalu kita tinggalkan untuk mengambil akhirat yang sedikit, sekedar untuk mendapatkan dunia, maka hijrah kita boleh jadi termasuk madzmumah, tercela di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak uang macam itu. Dia hidup di lingkungan yang Masya Allah seperti perkampungan-perkampungan kita. Setiap saat diingatkan dengan Allah. Adzan selalu berkumandang, zikir, rotib, maulid, tasbih, majalis, Masya Allah. Ada jenazah pasti ente tahu, ada tahlil ente tahu. Kehidupan kita kental dengan nuansa agama. Lalu subhanallah, ada seorang di antara kita, misal na'udzubillah min dzalik, karena dia terpikir ditawarkan suatu tempat yang istilah dalam otak orang bisnis itu tempat basah. Dia bisa hidup di sana lalu berusaha, dia bakal lebih jaya, lebih hebat. Subhanallah, dia tak pandang lagi akhiratnya, dia cuma pandang dengan kacamata dunianya. Dia tinggalkan tempat yang subhanallah tadi untuk ngejar itu dunia. La wallahi ikhwan, Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda, masalah hijrah ini, masalah nyari tempat, masalah membangun rumah, nyari rumah, Rasul mengingatkan al-jar gobladar, kata Rasulullah. Al-jar gobladar, lingkungan dulu kau baca, kata Nabi, baru kau lihat bentuk rumah, bangun rumah, model apa terserah, tapi lingkungan kau lihat. Berapa banyak masyaallah habaib, minta maaf, orang yang dulu tinggal di tempat waktu dia masih kecil, lalu dia hijrah, dia tak tahu besok Asyura, dia tak tahu lagi sudah besok Asyura, hari ini Taswa dia tak paham lagi sudah, kecuali kalau ada mengingatkan kepada mereka. Berapa banyak di antara kita sudah tidak kenal lagi adat-adat salafnya, karena dia telah hijrah bukan dengan illallah, bukan hijrah karena mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita hijrah ikhwan rahimakumullah diperbolehkan. Kalau memang itu ada tujuan mengejar dunia, tapi jangan lupa lihat dan nilai apa yang dikatakan Rasul tadi, lihat lingkungan. Berapa banyak orang-orang yang dulu anaknya terdidik dengan cara habaib, dengan cara salaf, dengan cara kiai-kiai lama, setelah pindah di komplek fulaniah, di tempat fulaniah yang Masya Allah bonafit, tempat itu mewah, segala macam ada, setiap pojok ada CCTV-nya, satpam di setiap tikungan ditunjukkan. Tapi maaf ikhwan, dia menjadi orang minoritas di tempat itu. 90% orang kafir, tapi dia bangga tinggal di situ.
Tak ada musolah, tak ada masjid. La siyama majlis, tak ada sama sekali. Jenazah tak terkabar, tak sempat untuk datang. Ada kabar-kabar baik seperti ini dia tak pernah tahu. Ikhwan rahimakumullah. Ini orang wallah rugi. Kalau sekedar yang dia cari urusan duniawi lalu dia lepaskan akhiratnya. Tapi justru kalau kita bisa mencontoh Rasulullah, mencontoh Imam Muhajir Allah, mencontoh para salaf kita, mencontoh datuk-datuk kita dulu, mencontoh mereka. Mereka hijrah, meninggalkan dunia mereka untuk mendapatkan ketenangan kehidupan akhirat yang lebih. Ingat ikhwani, al-jar gobladar kata Rasulullah. Maka hijrahlah kita, silakan ikhwani, tapi bentuklah kehidupan yang baik. Setelah itu kita ciptakanlah kehidupan kembali seperti yang kita dapatin kalau kita mampu. Namun sebelumnya yang diingatkan Rasulullah tadi, sebelum kita beli itu rumah, beli itu tanah untuk kita bangun, Rasul mengingatkan, lihat dulu lingkungan. Kalau anak kita bakal tak kenal sholat, tak kenal rotib, tak kenal maulid, tak kenal keluarga, tak kenal hal-hal yang baik seperti hari-hari seperti ini, mereka tak tahu, tak ada yang mengingatkan mereka. Wallah, itu bai'il dunia bil akhirah. Itu orang berarti menjual akhirat dengan dunianya. Celaka orang yang seperti itu. Masyaallah ahbab rahimakumullah, hijrah dalam makna lain yang seperti juga disampaikan oleh Rasulullah, dan ini pun harus selalu kita lakoni. Siapapun kita, bahkan maaf, mungkin sampai yang sudah tua pun harus berusaha melakukan hijrah ini. Dia ustadz sekalipun, dia harus berusaha mencari hijrah ini. Itu hijrah dalam makna Rasul mengatakan al-muhajir man hajara minas su'. Muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang berpindah dari keadaan buruk menjadi keadaan tingkah lakunya, sifat hidupnya, sumber rezekinya, cara kehidupannya menjadi lebih baik. Ini harus kita lakukan ikhwan rahimakumullah. Yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kalau dulu Masya Allah kita masih muda, banyak sholat kita bolong, Alhamdulillah berkat tinggal di lingkungan yang seperti ini, kita diingatkan oleh sholat, kita sholat. Tapi maaf sayang, kita sholat masih dewek-dewekan misal. Maka orang yang sudah istiqomah dengan sholat dewekan, engkau harus hijrah untuk menuju sholat berjamaah. Oh, sholatnya berjamaah tapi di rumah sama bininya, langgar nangis, kosong, kadang zuhur cuma 3-4, padahal nampung sampai 400 uang barangkali. Kita masing-masing sholat di rumah sama bini kita. Ya Allah, hijrah. Biarkan istrimu sholat sendirian atau kau sholat 2 kali. Sholat sama istrimu lalu sholat lagi ke masjid. Hijrah, makmurkan musola kita, makmurkan masjid kita. Ma'asyallah habaib ikhwanah, minta maaf, alafu, minta maaf. Kebanyakan langgar kita dari zaman dulu habaib kita bikin seperti yang seperti ini. Musola pinggir sungai untuk memudahkan kita biar gampang berwudu, gampang kita untuk mungkin mandi dari hadas, dari segala macam. Kemudian untuk mensyukuri nikmat Allah, kenikmatan, untuk mereka bertafakur melihat alam ini. Tapi sangat buruk, alangkah sangat buruknya, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak ada. Kalau zaman dulu habib kita yakin mereka tidak kelanggar cuma untuk ta'annas, tapi mereka kelanggar untuk ibadah. Setelah itu mereka nyantai. Nah, jangan sampai ada di antara kita dia tidak kelanggar muslimin ini untuk sholat, cuma untuk duduk-duduknya baik. Na'udzubillah min dzalik. Ana yakin antum para habaib, para syabab yang mati-matian mempertahankan membangun ini masjid bukan untuk ta'annas, tapi untuk ibadah. Ya silakan sambil ta'annas. Habaib kita juga munazah, mereka juga ada tamasya, mereka juga ada jalan-jalan ke gunung, mereka jalan-jalan ke pantai, itu mereka lakukan. Tapi jangan sampai jadi tujuan yang pertama adalah ta'annasnya, sholatnya ala kadarnya. Ya, contoh macam itu kalau habis assalamualaikum langsung lagi ke jabo. Kalau itu na'udzubillah, tapi tidak kata insyaallah. Yang lebih buruk kalau dia sholat tidak cuma datang sini untuk ta'annas, tidaklah seperti itu ikhwan rahimakumullah. Syukuri tempat dengan sebaik-baiknya. Nah, kita hijrah dari keadaan yang buruk. Terutama ini yang penting, yang banyak dikatakan hijrah ketika kita hijrah dalam menilai tentang sumber rezeki kita. Yang maaf, mungkin ada kita ada yang masih bergelut dengan sesuatu yang haram. Wallahi wan, hijrahlah. Hijrahlah walaupun itu nikmat yang kau dapatkan. Penghasilan dengan begitu besar, tapi kau tahu ini haram. Jangankan haram, syubhat tinggalkan. Harus berani untuk hijrah. Kalau kita tidak hijrah, kita sudah ditunjuk Allah hidayah, tahu ini haram tapi kita tidak tinggalkan, kita takut nanti kita tidak dapat rezeki, berarti kita na'udzubillah benar-benar ragu dengan adanya sang pemberi rezeki. Sebagaimana dikatakan, man syakka 'anir rizq fa'lam anhu syakka 'anir razik. Siapa yang ragu tentang rezeki, berarti dia ragu tentang zat pemberi rezeki itu, Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan, naam, memang harus mungkin ada pengorbanan. Ente biasa mungkin maaf punya penghasilan sehari bisa jutaan, hari ini cuma dapat mungkin ratusan ribu, bahkan mungkin cuma puluhan ribu. Itulah makna hijrah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, berkorban untuk mencari ridha Allah. Al-muhajir ilallah wallahi wan, paling kaya manusia di Irak. Kebunnya di mana-mana. Kekayaannya luar biasa. Al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa, tapi beliau hijrah ilallah.
Beliau tinggalkan itu semua, beliau cuma bawa apa yang cukup untuk beliau dan keluarganya dalam perjalanan. Beliau tinggalkan semua harta miliknya. Untuk apa? Waktu itu untuk menyelamatkan anak keturunan Rasulullah yang dikejar-kejar untuk dibunuh, dan juga untuk menyelamatkan akidah Islam yang benar-benar bersumber dari Rasulullah. Bukan akidah Syiah. Akidah Syiah cuma penempelan makna Ahlul Bait. Hati-hati ikhwan, di sini banyak muhibbin. Ya, habaib itu perlu dicintai, perlu dimuliakan, perlu diikuti. Tapi kalau kamu lihat ada habaib, dia melenceng, ikutnya bukan dengan akidah thariqah salafun salihun, dia menyebarkan ahli daripada Syiah, tinggalkan mereka. Walaupun ente tetap hormati dia sebagai keturunan Rasulullah. Ma'asyal ikhwan rahimakumullah. Nah, hijrah harus. Anda teringat dulu waktu kami masih mondok habaib di Al Khairat Bekasi. Itu di dekat komplek, dekat perumahan, dekat sekolah Ma'had Al Khairat, ada perumahan komplek. Subhanallah, di situ ada wong, dia begawe di bank konvensional. Bank, dan dia punya jabatan tinggi. Penghasilan dia mungkin kalau dia nak habiskan sebulan tuh setahun masih nyosok. Luar biasa. Tapi Allah tidak memberikan hidayah sama dia. Allah berikan hidayah. Allah menghendaki dia dapat hidayah. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang dikehendaki Allah beri hidayah dapat hidayah. Dia main ke Al Khairat. Dia duduk sama Ustaz Nagib, dia duduk dengan para habaib yang ada di sana ngajar. Dapat masukan dengan Allah menghendaki. Masuk sampai Allah bukakan hatinya. Sampai dia bisa membedakan yang hak sama yang batil. Sampai dia tahu kalau selama ini dia salah. Lalu singkat cerita Ikhwan, dia putuskan untuk hijrah. Ini bos, bermobil, masuk tempat dihormati wong. Dihormati wong, segala hajat dia dimudahkan Allah, dimudahkan oleh bawahannya. Nikmat dunia digenggam sudah. Tapi ketika dia tahu itu haram, ternyata sesuatu yang dia dapatkan untuk anak bini adalah mencelakakan dia dunia dan sampai di akhirat, maka dia tinggalkan ikhwani. Las fadl minallah, anak istri pun siap untuk diajak hijrah. Lalu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan jualan waktu itu, ikhwan? Zaman itu habaib masih jualan minyak tanah. Ini wong yang biasa naik mobil mewah, hidup di ruangan ber-AC, ngetop sudah. Keliling kampung ngawak gerobak minyak tanah, kaleng-kaleng itu nah. Zaman kita dulu masih itu. Jual minyak tanah. Berani dia untuk itu karena dia yakin Allah yang menunjuk dia petunjuk. Allah Maha Pemberi yang halal. Makanya kami sangat sering mengingatkan untuk diri kami dan kita semua untuk pembangunan masjid, pembangunan musalla yang halal masih banyak ikhwani. Allah Maha Kaya. Allah menunjuk kita yang sepilet, yang kecil itu, yang haram itu sedikit sebetulnya. Kekayaan Allah yang halal banyak. Ngapa kita takut dengan yang halal untuk dapatnya? Sampai kita ngejar yang syubhat, apalagi sampai naudzubillah ngejar ngemis-ngemis yang haram. La wallah, apalagi untuk bangunan masjid, musalla, madrasah, majlis taklim, pesantren. Insyaallah kita kalau memang benar-benar illallah, untuk Allah, Allah akan datangkan min haitsu la nahtasib. Dari manapun bisa didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah pertama, hijrah tempat. Kedua, hijrah keadaan. Yang ketiga, hijrah yang mana ini pun kita pasti ngalaminya. Pasti ngalaminya ikhwan rahimakumullah. Boleh jadi na'udzubillah nastaghfirullah, tapi Allah ngandai mungkin itu terbaik barangkali terjadi malam hari ini. Hijrah dalam mana intaqala. Hijrah berpindahnya kita dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Makna kematian. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ada nak hijrah, anak nak pindah ke Jakarta, anak pindah ke Surabaya, anak pindah ke Bengkulu, kita nyiap ke galuh. Rumah kita yang nyaman, AC-nya, kamarnya, kamar mandinya, bahkan kita tahan bulak-balik sebelum hijrah ke sana. Kita nakmatkan, kita nyamankan, persiapkan. Apa? Nak hijrah. Wallahi ikhwan, masuk kubur hijrah lebih dalam lagi itu. Hijrah yang hakiki itu masuk kubur. Adakah persiapan kita untuk hijrah ke sana? Dengan apa penerangan lampu kita? Dengan apa kesejukan yang bakal kita dapat? Wallah, pikirkan ikhwan. Yang ini hijrah boleh jadi malam ini terjadi. Dan tidak ada orang mampu lari dari hijrah ini. Hijrah yang dirindukan oleh para salaf, orang-orang soleh, dan orang-orang munafik, orang-orang fasik, ketakutan dan lari dari hijrah ini. Wallah ikhwan, ini hijrah pasti dialami siapapun kita. Kafir, muslim, semua akan mengalami ini hijrah. Boleh jadi malam ini terjadi. Rahimahullah, akhina fillah, Sayyid Andi Aziz bin Agil Bahsin. Siapa nyangkut ikhwani? Mungkin masih duduk sama habaib. Anak masih nyaksikan dalam minggu ini beliau sehat, ada di majlis. Subhanallah, sakit. Masuk masjid, fadlillah, alhamdulillah, selamat. Tidak dikasuskan dalam COVID, selamat beliau. Fadlillah, ini contoh buat kita. Beliau sudah hijrah, Allah. Dalam nisan selalu tulis intaqala ila rahmatillahil hayyul qayyum, telah berpindah ke rahmat Allah. Apakah itu benar pindah ke rahmat Allah, ikhwan? Karena berapa banyak orang yang berpindah bukan ke rahmat Allah tapi ke azab Allah, naudzubillah. Hati-hati ikhwan. Yuk, hijrah yang kedua itu kita perhatikan. Hijrah meninggalkan hal-hal yang buruk menuju hijrah yang lebih baik. Agar kita insyaallah ketika saat datang hijrah yang hakiki, pindah tempat dari hidup pucuk dunia masuk ke dalam
perut bumi, kita benar-benar mendapatkan semua kenikmatan. Berpikirlah kita ikhwan, kalau kita hijrah dunia mempersiapkan segala bekal kita di perjalanan, tempat yang bakal kita singgahi kita siapkan, maka siapkanlah untuk hijrah yang hakiki, hijrah yang tak mengenal waktu, tak mengenal tempat, tak mengenal keadaan, bisa datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan keberkahan untuk kita, dan Allah jadikan ini jadi hari-hari yang berkah, dan besok hari Asyura ikhwan merupakan hari keberkahan untuk kita. Yang mudah-mudahan kita semua bisa berpuasa sunnah, menjalankan sunnah Rasulullah yang Rasul mengatakan puasa Asyura ngampuni dosa setahun. Mudah-mudahan malam ini dosa kita sudah diampuni Allah, besok dosa kita diampuni Allah lagi, dengan salat kita diampuni Allah lagi, terus dapat ampunan, sehingga insya Allah kita termasuk orang-orang yang berhijrah, hijrah dalam kebersihan diri kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberkahi ini musolah, memberkahi ini kampung, memberkahi kita semua yang hadir, dan ini musolah cantik zahir dan batinnya insya Allah. Tempat dijadikan luar tempat untuk ingat sama Allah, di dalam pun tempat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyarul habaib hadirin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurang minta maaf kalau ada kalimat yang salah atau kami mengangkat suara minta ridha dan maafnya. Hadza ma aqulu lakum, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah talqin dzikir insyaallah kita salat Isya berjamaah. Ini barangkali ada yang belum wudu silakan turun. Mungkin tak Habib Abdurrahman imami di dalam. Mungkin habaib banyak salat di belakang. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la